السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. وتعالوا النهارده نعمل كريم كراميل في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هتاخدي قوام متماسك وطعم في منتهى الجمال. ما هو الصيف ما يحلاش الا بطبق كريم كراميل ساقع من التلاجة، حاجة كده تحفة جدا. ومكوناته سهلة جدا موجودة في البيت. يلا على طول نخش على تفاصيل احلى كريم كراميل معايا. بس لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو. اهم حاجه في الكريم كراميل انك تختاري نوعيه لبن كامله الدسم علشان يديكي نتيجه حلوه كده وطعم في منتهى الجمال. مكونات سهله جدا. معايا كيلو من اللبن كامل الدسم. معايا بشر ليمونه، تجيبي ليمونه وتبشريها تاخدي القشره الخارجيه. معايا 6 بيضات، ولكل بيضايه كيس من الفانيليا ونص كوبايه سكر. مكونات سهله اهي يا جماعه، مش محتاجه اي حاجه تانية. نزلنا بكيلو اللبن وكل ده هنضيفه في الخلاط. نزلنا بكيلو اللبن، ننزل بنص كوبايه سكر، ننزل ب6 بيضات، وننزل ببشره الليمونه. ليمونه تكون كبيره وحلوه كده تبشريها تاخدي البشره الخارجيه بتاعتها. وننزل بالفانيليا معانا، وزي ما بقول لكم لكل بضايه كيس من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله يبقى معلقه كبيره. تمام. ونضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما كل المكونات تنضرب كده وتتجانس مع كلها مع بعضيها ضرب كويس جدا. وبعد كده نجيب المصفى بتاعتنا ونصفي كل الخليط ده كويس جدا، علشان لو في يعني حاجه كده ما انضربتش تبقى تنزل كده، يبقى ايه، نصفي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نسيبه على جنب لحد ما نشوف الخطوة اللي بعد كده. تعالوا بقى نعمل الكراميل معانا. في طاسة فاضية نزلنا بكوباية سكر وربع كوباية من المية، وكل دوت على نار هادية لحد ما السكر كده يتكرمل معانا ويسيح خالص. تمام. وما تحاوليش في البداية تقلبي بالمعلقة الا في اخر خطوة زي ما هتشوفي معايا. تمام. نزلت بربع كوباية مية كده وسيبه على نار هادية يبقبق كده مع نفسه، والسكر يسيح كده معانا زي ما انتوا شايفين. وخطوة خطوة هتلاقيه اتكرمل كده وخد لون القمر اللي معاه كده اهوت، زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده بنقلب بقى بالمعلقة ونطفى، ويبقى كده الكراميل جاهز معانا. نكون الطواجن بتاعتنا غاسلينها ومنشفينها. ونوزع بقى الكراميل كده اهوت في الطواجن الصغنونة القمر اللي معايا دي. كله طاجن كده معلقتين من الكراميل. تمام. واحلى حاجة تعملي الكريم كراميل في طواجن صغنونة كده اهوت، علشان يبقى ايه، اللي ياخد طاجن ما يفوتش منه اي حاجة. ولما يكون معاكي اطفال في البيت هيحبوا قوي شكل الطاجن، هيبقى صغنن كده ويقدروا يخلصوه. نوزع بقى الكراميل كده اهوت في الطواجن. ومجرد ما هتنزلي بالكراميل هتلاقيه بقى نشف كده معاكي. نجيب بقى الخليط معانا ونوزع الخليط كده اهوت في كل الطواجن اللي معايا. في الوقت ده هوت انا مولعه الفرن ومحميه كويس جدا. بعد ما نخلص بقى ندخل الصينيه القمر دي معانا. وزعي الخليط كده بالتساوي. عايزه اقول لكم يا جماعه إيه، الكريم الكراميل دوت سهل جدا وطعمه حلو جدا. وزي ما بقول لكم مكوناته كده في البيت مش هياخد منك اي وقت. وخلاص احنا بقى في اجواء الصيف عايزين حاجات كده ساقعه كده تكون منعشه. تعالوا بقى نشيل الرغوه بقى اللي بتبقى على الوش دي. طبعا لما بنضربه في الخلاط بيعمل رغوه كده، فحاولوا بقى تشيلوا الرغوه دي كلها كده من على وشه. تمام. وبعد كده اهوت يا جماعة هننزل بكمية مية توصل لحد نص الطاجن. تمام. ننزل بقى بالمية كده لحد ما توصل نص الطاجن. طبعا انا هزود مية تاني. وبعد كده اهوت يا جماعة ننزل بشوية خل عشان الصينية اللي معايا ألمونيا علشان لونها ما يغيرش. تمام.
وخلاص بقى وصلنا بقى لمرحلة اللي إحنا هندخّله بقى الفرن عشان يكمّل سِواه 45 دقيقة، وهتبقى الطواجن دي زي القمر ومستوية ما فيهاش غلطة. وده شكله يا جماعة بعد ما استوى. وطبعًا أنا ما غطيتهوش ولا أي حاجة، أنا دخّلته زي ما أنتم شايفين، وعشان تعرفي إن هو استوى في نُص كده الطاجن ننزل بالسكينة لو طلعت نضيفة وزي الفل كده اعرفي بقى إن الكراميل معاكِ استوى. هندخّله التلاجة ليلة كاملة، لازم يا جماعة ليلة كاملة، أو لو مستعجلة مش أقل من 6 ساعات علشان يطلع متماسك وزي القمر زي ما هتشوفوا معايا كده. وده بعد ما قعد ليلة كاملة في التلاجة. تعالوا بقى يا جماعة نشوف القمر معانا والطاجن طالع متماسك إزاي. نبتدي بالسكينة كده ونقلب بقى الطاجن، ما فيش أسهل من كده، هيتقلب معاكِ بكل سهولة، وحاجة كده هتشوفوها دلوقتي معايا تحفة جدًا. طالع بسم الله ما شاء الله متماسك، حاجة كده اللهم بارك، حاجة تحفة وطعمها حلو جدًا. يالّا جربوه بجد هيفرّح الأولاد معاكم في البيت الصغننين، وحتى الكبار طبعًا هيفرحوا من طعمه وحلاوته وسهولته. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم، أتمنى اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير كده للفيديو عشان غيركم يشوفوه. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.